يا حكومة السعودية، من أين تأتي هذه الوقاحة؟ من أين يأتي هذه المبالة؟ ألا تعلمون المستوى الحقيقي؟ الحبش تحت عين النبي صلى الله عليه وسلم. ألا تسمعون عن بلال رضي الله عنه مؤذن الحبيب؟ ألا تسمعون البركة أم المصطفى؟ ألا تعلمون أننا ابن نجاشي رضي الله عنهم، الزعيم الذي رحب بأصدقاء محمد، الزعيم الذي رحب بأصدقاء محمد والذي رحب بهم بحسن استقبال عندما كان العالم كله متذمرا عليهم. أليسوا هم أباؤكم؟ أليسوا هم أجدادكم وجداتكم؟ هل هي عودتنا لما فعلناه من أجله؟ هل هو راتبنا مقابلا ما فعلناه في عصرنا؟ دعونا نقول أنكم نسيتم كل هذه الأشياء، لعل الله يقول: ولقد كرمنا بني آدم. ألا تحترم مخلوقات الله عز وجل؟ ألا تحترم المخلوق أكثر احتراما والذي أمرت الملائكة بالسجود له؟ ألا تتذكروا عندما قال الله تعالى: إني جائل في الأرض خليفة؟ هل سواد بشرتنا يجعلكم تتصرفوا بوقاحة علينا؟ هل هجرتنا إليكم لأن خدمة أبائنا وأمهاتنا وإخوتنا وأخواتنا تجعلكم تشعروا أنكم أفضل منا؟ إذا كان هذا هو الحال نقول لكم: تجهلتم ما يقول الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مهما كان الأمر فنحن جميعا نقاس بالتقوى، أيا كان اللون والبلد، الله لا يثمننا إلا بتقوانا له. ألا تتذكروا أننا جميعا نترك هذا العالم حتى وصلناه عروة؟ إلى أي الدنيا دائمة تدفعوننا؟ لأي عمر من الحياة تطردوننا؟ أين الخاص بكم ما يسمى الشريعة التي حكمت بها دولتكم؟ هل تعمر شريعتكم على انتشار الظلم على الناس؟ هل تسمح لكم شريعتكم بإساءة معاملة مع السجناء؟ هل فكرتم يوما فيما سيكتب في التاريخ عنكم جميعا؟ أتريدون أن تذكروا بتاريخكم بسوءكم على ولد بلال ابن رباح، بسوءكم في الحبشيين؟ هل فكرتم يوما ما الذي سيقوله نبينا إذا كان يعيش الآن حيا عما تفعله في الحبشيين؟ ماذا بكم؟ ما الأمر عليكم يا حكومة السعودية؟ يكفي مضايقة شعب الحبشة، يكفي سوء معاملة السجناء، يكفي بكاء الحبشيين. توقفوا عن البكاء على الوالدين في الحبشة، قيفوا حزن الأمهات في الحبشة، احترموا حقوق المهاجرين. وأخيرا أيها السلطة في حكومة السعودية، والله سيأتي يوما الذي ستحاسبون فيه أمام الله عن كل ظلم فعلتموها الآن. كونوا مستعدا لذلك، استعدوا لما يسألكم الله. رسالة جدية جدا لحكومة السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنها رسالة كثيرة. الحبش الذين يعانون في المملكة العربية السعودية، للسجناء الحبش الذين يعانون في السجن. عندما أتينا إلى المملكة العربية السعودية من بلادنا لقد جاءنا إلى السعودية الأولى ونعمل الحلال ونكسب المال وتحسن حياتنا. الثانية للرؤية بلد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الثالثة وللرؤية المسجد الحرمين. لم نأتي للسبب الآخر. إذا كانت لا تريدنا، إذا كانت تكرهنا، إذا كانت ما تحبنا، دعانا فقط ندخل بالسلامة. أود أن أذكركم بشيء واحد بس، رواه أبو داود من حادث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمهم الله من في السماء. وفي المسلم من حادث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر: ارحموا
ترحموا، اغفروا يغفر الله لكم. وآخرا اذكروا هذه، الرسول الأمين حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: اذهبوا إلى الحبش فإنها ملك عدل لا يظلم في ملك أحد، هذه وحدة أرض صدق، أهلها ناس طيبين، اذهبوا إليها. لم يقل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اذهبوا إلى مصر، اذهبوا إلى الإمارات، اذهبوا إلى لبنان، اذهبوا إلى سوريا، اذهبوا إلى العراق، ولكن اذهبوا إلى الحبش. ليش؟ أهلها ناس طيبين، ملك عادل. المهم أننا ضعفاء، أننا فقراء، الرحمون يرحمهم الله. الدنيا يوم عسل ويوم بسل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.